السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحشتوني جدا جدا جدا، واهلا ومرحبا بكم في قناه ثابت شعبان ودنيا. سواء تعرفنا ما تعرفناش، صلي على النبي واعمل لايك للفيديو واشترك في القناه. اول مره بتشوفنا ما تنساش تفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد بننزله. جايين لكم النهارده بتحدي جديد. لا، هو مش تحدي جديد ولا تحدي مختلف، هو تحدي الاكل في دقيقه واحده بس. حبينا نشاركه معاكم بس مش اكتر. وطبعا احنا معانا في الفيديو النهارده كذا صنف، وكل صنف لينا دقيقه واحده بس، ولما الدقيقه بتخلص كل اللي في ايده حاجه بيسيبها، واللي مثلا خلص اكتر من التاني كده بتتحسب له نقطه. وفي اخر التحدي خالص بنشوف مين اكل او شرب اكتر من التاني وبيطبق العقاب على الخسران. الفيديو فيه او التحدي فيه عقاب. يلا بينا ندخل على الفيديو. ومعانا اول صنف شيء. نبدا. اول صنف معانا النهارده يا جماعه جايب لكم كيسين شيتوس، وهشغل التايمر دلوقتي على طول مع بعض وهنبدا. طب دي خلصت. طبعا مش محتاج اوريكم مين اللي كان اكتر من التاني. انا ازاي يعني؟ الكيس بتاع نصه زي ما هو او تلات ارباعه زي ما هو، وده الكيس بتاعنا. كده اول نقطه اتحسبت بتاعتي. اول نقطه اتحسبت لي انا كده بتاعتي. انا اللي كلت اكتر. ازاي؟ ماليش دعوه. ايه اللي ماليش دعوه؟ مفيش حاجه اسمها كده، في قدامي الكيس اهو باين. طب ما انا كتير اهو. انا قليل انا اهو. عارف ان انت كتير. هنخش على الصنف التاني. الصنف التاني معانا مولتو حجم عائلي كبير. ابدا التايمر الاول، ابدا العد واقول لك افتحي. انا افتح. بدا. لا يا ثابت استنى، والله العظيم ورا دي يفتح. ثابت استنى. خمسة وتلاتين. في السلام عليكم يا ماما. بتقولي عليها خلصت اصلا. تاني نقطة ليا. ما خلصت. يا بنتي انا خلصت اصلا، انا خلصت سواء خلصت ما خلصتش انا خلصت. هو انت بتعتمد على الدقيقة؟ لا انا خلصت اصلا قبل ما الدقيقة تقرب البوينت. ما ممكن يكون نبقى تعادل عادي يعني. ازاي برضه؟ انا خلصت يعني، بدل ما كنت وقفت بس انا سايبك تاكل براحتك. خش على الصنف اللي بعده. طيب ده تالت صنف معانا، ده شويبس يا جماعه. انا ما عنديش فتاحه بتفتح، فانا اضطريت ان انا اجيب معلقه وهستخدمها، ومش هشغل التايمر غير لما افتح دي اول. يا ولد انت عارف فتحتي؟ انت عارف انت رميتها فين؟ ما اعرفش يا ضارب، بس لحظه تليفون فصل. تليفون فصل. لحظه في ايه؟ شغل التايمر. استني. هو ده شغال ولا ايه؟ في ايه؟ يلا استنى، ما شغلتش. اشتغل. تعال. انا توقعت ان انا هنزلها هتموتي. توقعت ان انا هنزلها قبلها، بس هي خلصت معايا. كده البوينت دي لا ليا ولا ليها. كده احنا تعادل.
التايمر وقف. لا بس احنا خلصناها في وقت قليل قوي. انا فضل شغال جاب 30 سنه، احنا مخلصينها من قبل كده. يلا اللي بعده. اللي بعده. بعده مين؟ انت جبت ميه ليه كده؟ مش قادرة. بالراحة على نفسك، مش شرط تكسبي الجولة دي، بالراحة بالراحة. يلا الصنف اللي بعده. ماشي. يا جماعة الصنف اللي بعده ده بقى ده يعتبر أهم ما في الموضوع كله. نودلز كوري، الأندومي الكوري. يلا نخش على الصنف اللي بعده. رابع تحدي معانا النودلز الكوري الصغير، هنعمله وهنرجع لكم. يا جماعة ده الحجم الصغير جبناه لأن انتوا عارفين ده تحدي، ده سريع سريع. إن شاء الله هنعمل فيديو تحدي نودلز كوري، هنجيب الكبير إن شاء الله. بس فيما بعد يعني ما نشوف، وعلى بس فكرة ده شطة هنشوف صافي. هنقدر على ده ولا مش هنقدر. سواء قدرنا هنجيب التاني، ما قدرناش يبقى هنعمله برضه. هنعمله ونرجع له تاني. ده شطة صافي. جهزنا الاندومي ورجعنا لكم تاني، وهنحط التوابل بقى معاك اهوت. لما نشوف التوابل دي غريبة يا زي جماعة الأندومي. هو ده يعتبر ملوش علاقة بالنودلز كوري خالص، لأن ده فيه كيس توابل اللي لا هو ده شطة. زي الاندومي العادي، بس اللي يختلف عنه ان ده فيه كيس مليان كامل بودرة شطة. فاحنا هنشوف مع بعض دلوقتي يعني. عشان الطيم ولا لما نخلص؟ لا لما نخلص. الله. الله حي. لا ده فيها كتير فعلا يعني. الكيس ده كام؟ مش عارف. نفتحه نشوف. انت فتحت الاثنين؟ مم. وربنا وربنا. انا ما فتحتش غير واحد. لا هو المفروض من غير ميه. هو ده ايه؟ هحط انا عليك يلا. طب اصبر. يلا نبدأ. يلا نبدأ. طيب هشغل التايمر ونبدأ على طول. ده هنعمله دقيقة واحدة. ده كله دقيقة واحدة. ده كتير قوي. معلش. شم ريحته. أنا هبدأ وهنشتغل على طول. تمام ماشي يلا. بس لحظة. بدأت. أنا استهونت بيه في الأول. صعب صعب فعلا. ايه يا بنت حواشي، مش قادر. في المية. على فكرة المية أصلا غلط. حد قالك تخش فوق الجشع فيه؟ لبن. فعلا لبن، بس مفيش لبن برضه. ما جبناش خلصان. صعب. آسف. البتاع ده فيه كمية حرارة بطريقة صعبة. طب وقف التايمر شغال لايه؟ أنا في الأول افتكرته هيبقى زي العادي، طلع صعب. طيب الجولة دي لدنيا. ما قدرتش والله، ما قدرت. هنهدى شوية ونرجع قوي تاني. مش قادرة. ما هنعمل ايه مع ازاي؟ هنعمل ايه مع
هنعمل مقلب. انت ما قدرتش صح؟ بس طعمه هو طعمه حلو اه. بس مش قادر. صعب. انا سخنت في بعضي. طيب نخش على على العقاب. عقاب مين؟ لا هو المصحف فيه عقاب، والله العظيم فيه عقاب. بعد ده كله تقولي عقاب مين؟ حاج مين انت كسبتني ايه؟ جولة نقطتين وانت نقطة واحدة. انت بتنزل عني. ما مش تنزلش. قادرة هموت. معلش فيه. هموت انا ماليش اكل شطة ولا ليا اكل ليمون ولا ليا ما كناش اكل عملنا حوادق. الفيديو بقى. ما كناش عملناه. هي فين الليمون؟ خلاص هديتي؟ ثابت اقسم بالله ما انا قادرة ليمون مع الشطة ومعدتي احلى حاجة مع الشطة مع الليمون. مانيش قادرة. اذا كان انت يا راجل ما قدرتش. طيب وانا لو شخصيا لو كنت خسرت كنت قابلت بالعقاب بتاعي. هديتي؟ هديت شوية هديتي؟ انت هديت شوية، انت ما كملتوش عشان انت هديت شوية، انا والعة كل نار. طيب وبكده هنكون احنا خلصنا التحدي بتاعنا والفيديو بتاعنا النهارده. المفروض ان انا ليا نقطتين وهي كسبت نقطة واحدة بس ونقطة تعادل. ونقطة تعادل، يعني كده 2-1. كده المفروض انا بطبق فيها عقاب، هي عمالة بتقول لي مش هينفع ومش قادرة واللي بس انا وعدتكم في اول الفيديو مش قادر. وعدتكم ان في عقاب وهنفذ العقاب. هجيب لها ليمونة طبقة بس. كاملة تاكلها بالقشرة بتاعتها، وده هيكون العقاب بتاعها النهارده. هجيب الليمونة وارجع لكم تاني. دي الليمونة بتاعتنا يا جماعة. انا جبت ليمونة صغيرة عشان ما تقولش عليا ان انا بفطر عليها ولا انا ظالم، والله صغيرة خالص اهي. صغيرة صغيرة هتاكلها. اتفضلي. مش قادرة. على بق واحد، مش هتحسي بقى على بق طب واحد. اقشرها؟ ما ينفعش، هو لازم بالقشرة بتاعتها. انا حاسة بنار مانيش قادرة، معدتي اقسم بالله قضت نار. انا على بق هتعب. واحد. انا هيجيلي تلبك معه. تربك بقى من ايه؟ من الاندومي؟ شوف احنا اكلنا قد ايه حاجات مسكرة على حاجات. طب يلا طيب. طب خد حتة ولا حتة؟ انا مال انا؟ الناس بتتفرج يلا. لا مش كده، ايوه مرة واحدة. اضغط. ايوه اندغ. كفاية. معلش لا انت تبلعيها. معلش. حرك. طب اندغي. اظبط بقى، اظبط ما تحسيش عشان ما تحسيش خلاص صدقت كده يا جماعه. صدقت معانا. وانا في الاول ما كانتش عايزه تنفذ اي عقاب غير ليمونه او غير ليمونه، ما كانتش عايزه تنفذ، بس هي صدقت معانا واكلت الليمونه. تمام كده. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك، ولو ما انتش مشترك اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. على فكره يا جماعه اللايك بتاعك ده هو ده الحاجه الوحيده اللي بتدعمنا بيها، ده الداعم لينا. اللايك بتاعك ده هو مش هياخد منك اي وقت ومش تخسر اي حاجه. يعني انت اتفرجت على الفيديو لو عجبك اعمل لايك بس. في اخر الفيديو بنقول ايه؟ السلام عليكم. السلام عليكم.